اللي حصل إن أيسل طفلة صغيرة عندها 6 سنين كانت بتلعب في البسين ومامتها قاعدة بره ومعاها أختها الصغيرة. الكلام ده كان في منطقة العين السخنة. تمارا أخت أيسل الصغيرة قالت لمامتها عايزة أغسل إيدي. الشاليه بتاعهم كان قدام البسين بالظبط، فمامة أيسل أخدت أختها تمارا علشان تغسل لها إيديها جوه في الشاليه. رجعت مامتها لقيت أيسل تحت المية. أيسل متعودة إنها تنزل تحت المية عادي لأنها بتعوم كويس. فليلي صاحبة أيسل كانت بتقول لها اطلعي بقى يا أيسل، فمامتها قالت لها في إيه؟ فمامة أيسل سألت ليلي صاحبتها قالت لها تطلع منين يا ليلي؟ في اللحظة دي طلع الولد المعتدي أو المغتصب من تحت المية وقال لها هي دي بنتك؟ هي بنتك اللي بتعوم تحت المية دي؟ وكأنه ما عملش حاجة. أيسل طلعت من المية مبرقة. هي كانت طالعة ميتة لكن مامتها ما كانتش عارفة إنها ماتت لأنها ما كانتش لحقت غابت عنها دقيقة ونص أو دقيقتين. طلعوا بالبنت على المستشفى لكن اكتشفوا إنها ماتت، وصلت أصلا ميتة. الولد ده كان موجود في نفس اليوم اللي وصلت فيه أيسل ومامتها، وكان معاه أصحابه شلة من أصحابه. في واحد من أصحابه شافه وهو بيكتم نفسها تحت المية، لكن الولد زي ما يكون كده مزبهل مش مصدق اللي عينيه شايفاه. اللي حصل إنه أيسل بتنط في المية، هو كان مستنيها تحت المية وشدها على تحت. الولد ضخم وجسمه قوي، شدها تحت المية وكتم نفسها واعتدى عليها. صاحبه اللي شافه ده بيقول بعد كده أنا افتكرته بيرخم عليها وهيسيبها. الولد قال بعد كده أنا كنت قبل ما انزل البسين بتفرج على أفلام إباحية، وده اللي خلاني اتشديت لأيسل وعملت معاها كده. الولد ده والدته شغالة في الهيئة العامة المصرية للبترول، ومامته شغالة في شركة شحن دولية. أنا بحكي الكلام اللي قالته مامة أيسل على لسانها. القضية بتاعت أيسل فضلت شغالة 6 شهور بيحققوا مع الكل، وفي الوقت ده الولد كان محبوس. اللي حصل إن أيسل كانت طالعة ميتة لكن مامتها فاكراها بردانة، وهي بتغير لها المايو علشان تدفيها. بتقول كان وشها مخضوض لكن أنا معرفش إنها ميتة. لما بلغوا والدتها إنها ماتت فضلت حضناها 4 ساعات مش عارفين ياخدوها من حضن مامتها، مش مصدقة إنها ماتت. كان لازم يكشفوا عليها كويس علشان يطلعوا تصريح الدفن. المغسلة قالت إن أيسل متعورة في رجليها من ورا. لما فحصوا أيسل كويس لقوها إنها مش ميتة غرقانة بس، دي ميتة من كتم النفس، يعني في حد كتم نفسها. علشان كده ساعتها الدكتور قال في شبهة جنائية. ولأن الحادثة كانت يوم الخميس وعقبال ما تم ده كله كان جه الوقت بالليل، فالطب الشرعي جه تاني يوم الجمعة. الطب الشرعي قال إن أيسل في حد شدها من ظهرها وكتم نفسها. لما شدها وكتم نفسها واعتدى عليها من ورا، البنت من الخضة جات لها سكتة قلبية وماتت. مامة أيسل بتقول إنها وقتها ما وصلتش القضية للإعلام، وفي صحفيين كتير عرضوا إنهم يعملوا معاها لقاءات لكن هي رفضت. كان كل اللي يهمها إن حق أيسل يرجع بالقانون وبس. والولد فعلا صدر ضده حكم ب15 سنة لأنه ما كانش وصل السن القانوني، فيعتبر في نظر القانون طفل. مش عارفة البغل ده طفل ازاي، لكن هي بتقول اليومين دول لما حصلت حادثة الأطفال بتوع المدرسة لأنهم كانوا وقتها في نفس سن أيسل، قلبها وجعها جدا واستعادت كل الأحداث كأنها لسه حاصلة امبارح. بتقول كمان إن أيسل طفلة مهذبة جدا وعارفة حدودها كويس وبنت شاطرة جدا والكل بيحبها. مامة أيسل كمان بتقول إنها كانت محفظاها القرآن وكمان إنها تحافظ على الصلاة من وهي سن 5 سنين. أيسل كان نفسها تكبر وتبقى دكتورة وتدرس الطب بره في ألمانيا. مامة أيسل بتقول بنتي خسرت حياتها، خسرت كل حاجة، وأنا خسرتها وحياتي باظت بسبب ولد أهله معرفوش يربوه. الولد كان في مدرسة انترناشونال. مامة أيسل بدأت تتكلم في الموضوع دلوقتي وتنشر الموضوع علشان تدعم الأطفال اللي حصل لهم نفس اللي حصل لأيسل، وبتطالب بأن القانون يتغير، إن يوصل ده للإعدام مش مجرد سجن وبس، وإن خلاص المجرم اللي عمل كده في بنتها اتحكم عليه ب15 سنة. لكن اللي جاي المفروض القانون يتغير علشان المجرم اللي يعمل الموضوع ده بعد كده ياخد إعدام مش مجرد سجن وخلاص. اللي عمل كده في أيسل أخد سجن 15 سنة، يعني هيخرج وهو عنده 30 أو 32 سنة، يعني هيبقى راجل وقادر إنه يعمل كده في أطفال تانية. مامة أيسل بتقول إن ربنا وقتها قواها وإنها قدرت تتحرك وتروح وتدافع عن حق بنتها على قد ما تقدر. لكن بتقول إن في أمهات تانية للأسف ضعيفة ما تقدرش تتكلم ولا عندها الجرأة إنها تجيب حق أولادها. مامة أيسل بتقول أنا كمان ما كنتش هتكلم في قضية أيسل دلوقتي، لكن اللي استفزني الحادثة اللي حصلت للأطفال اللي بقالهم سنة بيتعرضوا للاعتداء وطفولتهم بتتسرق منهم. كمان اللي تعرف في التحقيقات إن الولد اللي اعتدى على أيسل وأصحابه بيتفرجوا على أفلام إباحية كتير جدا، وكمان بيصوروا البنات، وانتوا طبعا فاهمين بيصوروا البنات إزاي، وإنها قدمت كل المعلومات دي لمدير المدرسة اللي فيها الأولاد دول، ومع ذلك كان بينكر. وقالت له إن اللي حصل لبنتي بره المدرسة كان ممكن يحصل لأي طفل تاني جوه المدرسة. بتقول كمان إن أم الولد ده سفرت أخوه التاني يتعلم في الرياض، وإن الناس دي عايشة حياتها عادي بدون أي إحساس بالذنب. وبعد بكاء شديد بتطالب تاني مامة أيسل بتعديل القانون، ونفسها مفيش أي طفل تاني يتعرض للي أيسل اتعرضت له.